السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المشروع بتاع تانية اتصالات بإذن الله. اللي هو Dynamic Spectrum Multiple Access، أو بمسمى تاني DSA. طبعا Conjunctive Radio. وطبعا احنا هنعمله على JNU Radio. اوكي. طيب، احنا لازم كده نبقى عارفين شوية حاجات. تمام. ف يعني أول حاجة لازم نعرفها إن إحنا المشروع ده هو أصلا إيه. يعني إحنا هنستخدم جي إن راديو إزاي، وإيه أصلا، يعني وليه ريليتد بالكونجكتيف راديو أصلا، يعني أو الكونجكتيف راديو ده أصلا ريليتد بإيه، والدايناميك سبيكترم مالتيبل أكسس ده أصلا هو إيه برضه تاني. تمام. فإحنا المفروض هنعرف ده إيه، دي اس اي ده ايه، والكونجكتيف راديو والجينيو راديو. طبعا جينيو راديو هو الاساس والاهم. تمام. طبعا هو شغال اس دي ار، لو انتوا عارفين يعني ان احنا شغالين اس دي ار. اللي الدكتور طالبه منكم ده اللي انتوا المفروض هتعملوه، لكن انا المفروض ان انا دلوقتي هدردش معاكم انا وصلت لايه. طبعا دي هقولها كمان شويه، والمفروض يعني هحاول اسهل عليكم على قد ما تقدروا ازاي ان انا اسطب مثلا جي نيو ريديو. انا طبعا دي هنا، فمش يعني همسحها دلوقتي وهوريكم تاني يعني. المهم يعني خلينا دلوقتي بس في اللي انا بقوله لحد ما يتمسح. المهم دلوقتي اول حاجة هتكلم عليها هو ال DSA. تمام. ال DSA هو اللي وقفكوا او اللي عطلكوا شويه انكوا مش فاهمين ان مصطلح DSA هو برضو آه هو السبيكترم سينسينج، او يعني سبيكترم سينسينج، وفي يعني كام حاجه تاني بنقدر نطلق عليها برضو دايناميك سبيكترم اكسس. تمام. السبيكترم سينسينج هو ال ال الدايناميك سبيكترم. الدايناميك تشانل اكسس هو برضو دايناميك سبيكترم اكسس. تمام. فهو ال DSA هو ليه كذا مصطلح وليه كذا اختصار، فالفكرة في طريقة السيرش بس هي اللي بتختلف، لكن الامبلمنتيشنز كلها موجودة يعني الحمد لله. وانا لقيت كمية محترمة جدا، يعني انا عايز اوريها لكم كمان شوية، بس يعني ده كله ان شاء الله. يعني دي كلها، مش كلها قوي، يعني في ملفات فيهم. الملفات دي المفروض ان هي بيبقى فيها معلومات، بيبقى فيها حاجات اكتر عن مثلا عن المجال. الملفات اللي فوق دي هي الملفات اللي هي المفروض ينفع تشتغل على جين نيو ريديو. اوكي. فطبعا ده هدخل عليه بس كمان شوية. لازم تفهموا حاجة مهمة جدا 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 دلوقتي. احنا كده اتكلمنا عن دي اس ايه. طيب انت المفروض يعني هتعمل ايه؟ انت المفروض ان انت لما تختار البروجكت وتعمله من دول ان شاء الله يعني، آم، هتبدأ انك تبحث عن ايه، عن اللي انت عملته ده. بتبحث، هو كده كده الملف بيبقى كافي ووافي، بس برضو ايه، لا انت ابحث واعرف اكتر وافهم اكتر وكده. يمكن اصلا يعني ان شاء الله يعني في يوم من الايام يكون ده مكانك يعني. طيب. وده مهم جدا. الكونجكتيف راديو مهم جدا، لانه اصلا الدايناميك سبيكترم مالتيبل اكسس بيندرج تحت ايه؟ بيندرج تحت الماشين ليرنينج، او يعني تحت الارتفيشال انتليجنس بشكل عام. ف ففكره ان هو ريليتد بالكوميونيكيشن دي حاجه جامده جدا، لان ده اصلا هو المستقبل ان شاء الله، ان احنا بنربط الماشين ليرنينج بالكوميونيكيشن. فاحنا بنسهل على نفسنا الحاجات اللي هي المفروض احنا كنا بنعملها مانوال. احنا دلوقتي
المفروض ان هو يعني هنعمل improve للسبيكترم سensing بتاعنا، ان هو يقدر ان هو يعمل يعني يشوف ايه الهولز المناسبة مثلا، او ايه الافضل حاجة ليا ان انا اشوف يعني ايه الموضوع المناسب ليا اللي انا اقدر استفيد بيه استفادة قصوى من التشانل بتاعتي مثلا. فهو ماشين ليرنينج، تمام. دي حاجة مهمة جدا. فانتوا مش بتعملوا communication project بس، لا انتوا بتعملوا ماشين ليرنينج بروجكت برضه، تمام. فدي كده معلومات عن كونجكتيف راديو يعني، او بشكل عام يعني، انا ما اتكلمتش عن كونجكتيف راديو ذات نفسه، تمام. ان شاء الله يعني اكيد انتوا شاطرين في السيرش يعني عنه باذن الله. تمام. بالنسبه بقى للجينيو راديو، هو جينيو راديو هنا يعني احنا محتاجين نتكلم فيه كتير قوي هنا بقى. يعني للأسف المشروع ده بالذات مش بيشتغل كله على نفس الجينيو راديو، تمام. يعني ايه؟ يعني انتوا لو دخلتوا على موقع جينيو راديو، موقع جينيو راديو، لو دخلنا على الريليس اللي هي يعني اخر اصدارات او كل الاصدارات اللي نزلت، هنعرف ان اخر اصدار نزل المفروض هو 13 13 هو اخر اصدار نزل، تمام. دي الميجر، ملناش دعوه بالميجر، بس يعني دي بتبقى حاجه كده فولك. لكن انا بتكلم على اللي هي بتتسطب لما انا مثلا بكتب هنا sudo apt install gnu radio بطريقه الانستول العاديه. انا عايز اكبر ليكم اهو. لما انا بسطب بطريقه الانستوليشن العاديه، المفروض انا بيتسطب ليا 3.10، ده مظبوط، اللي هي النسخه اللي هي المفروض دي، تمام. هنا بيقول لي من 1 ل3، يعني هي يا اما 5.1 يا اما 5.2 يا اما 5.3 الى اخره يعني. المهم يعني دي النسخ اللي هي المفروض انا بشوف ايه انسب حاجة انا بشتغل عليها وببدأ اسطبها. بصراحة يعني الموضوع ده مش سهل، يعني هو مشاكله كتيرة، محتاج حد اتليست فاهم يعني شوية هو بيعمل ايه، مش حد اول مرة يستخدم الموضوع ده. فالموضوع محتاج وقت جامد يعني. ف... فمثلا دلوقتي انا سطبت الجينيو راديو، هو المفروض ان انا هجيبه، ادي جينيو راديو هو المفروض يتسطب، بفتحه. طبعا مش دعوة بالحاجات دي دلوقتي، ملف جديد، ادي الجينيو راديو زيه بالظبط. طبعا للي ما يعرفش، زي الفيو كده، ان انا بيبقى عندي سورسز او يعني حاجة معينة أو موديولز معينة أنا المفروض إن أنا بحطها بشكل معين. الموديولز دي بعد ما بحط لها الحاجات بتاعتها الخاصة بيها، المفروض بعدها إن هي بتعمل بيلد ليا بايثون سكريبت أو سي بلس بلس سكريبت على حسب أنا قايل له هو الأوتبوت لانجوج إيه. يعني من الآخر أنا في الجي نيو راديو أنا بعمل له موديول، بقول له مثلا حط لي صوت مثلا معين اوديو سينك مثلا يعني، تمام. حط اوديو سينك، اوديو سينك ده روح حط لي مثلا اند جيت، مثلا اند جيت اند، اوكي. او يعني اند هي راحت فين اهي مثلا، حط اند جيت وهكذا يعني، تمام. مثلا يعني بعد كده وصلها بحاجة تاني، وفي الآخر هيطلع لي الأوتبوت كله لما أعمل بيلد في الآخر، هيطلع لي على هيئة بايثون سكريبت في الآخر خالص خالص، تمام. ف... فطبعا آه احنا مش هنكتب أي كود بايثون أو أي كود لأي حاجة، احنا بس ما علينا إن احنا هنكتب الموديول أو هنعمل الموديولز بحيث ان هي تطلع لي الحاجة اللي انا المفروض عاوزها، حتى لو مش هتشتغل لنقص الامكانيات.
فمش عندنا مثلا اس دي ار تي ال اس دي ار، ما عندناش مثلا يو اس ار بي رغم ان احنا عندنا في الكليه يعني. بس يعني وات ايفر ليه يعني الاصدار ده مثلا 3.10 بيبقى موجود فيه حاجات مش موجوده في القديم، وكذلك القديم موجود فيه حاجات مهمه جدا 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 مش موجوده في ده، ومش فاهم ليه اصلا مسحوها. ويعني حاجه زي ايه، زي دبليو اكس جوي، هم مسحوها من هنا. يعني هو المفروض ان هو كان فيه برضو دبليو اكس بايثون جوي، دي كانت حاجه مهمه جدا جدا وكانت هتوفر علينا جدا جدا في المشروع بتاعنا، بس اتمسحت، بس موجوده في نسخ قديمه. عشان كده انا قلت لازم نتعلم ازاي نسطب نسخ قديمه. طيب النسخ القديمه فيها مشاكل كتيره جدا ومشاكل كتيره قوي، والمشاكل دي انتوا مش هتلاقوها على النت. فانا مثلا هحمل لكم مثلا نسخه دلوقتي، هوريكم انا المفروض بسطبها ازاي، تمام؟ وبناء على كده آه ببدأ بقى بطبق على الباقي. اوكي، فانا دلوقتي مثلا هبدأ ان انا هقول لكم اصلا الاول ان في طريقتين تسطيب. يعني هي حتى في طريقة الاولى اللي هي الباي بومبس، والطريقة التانية اللي هي المانوال، اللي انا بنزل الباكج كلها وانا بسطبها مانوال. الباي بومبس هي سهلة يعني مش صعبة، آه، ودي حاجة كويسة جدا يعني، مشاكلها مش كتير. المفروض ان انا الاول بسطب باي بومبس، تمام؟ انا هتبع معاكم الكوماندز بالظبط كاني يعني بعمل البروجكت، تمام؟ انا لسه ما وريتكوش دلوقتي البروجكت خالص، انا بقول ان انا لسه بسطب الحاجه اللي انا المفروض هشتغل عليها الاول، تمام؟ طبعا انا مسطب هيظهر لي ايرور اصلا، بالظبط ظهر لي ايرور. فيعني ان انا كده كده مسطب باي بومبس. بعد كده ببدأ ان انا ثواني احط دي بس اون توب كده، هبدأ ان انا اعمل اوتو كونفيجريشن بحيث يعني ان ما يكونش فيه اي كونفيجريشن. بعد كده بحط بقى الريسيب، بحط الريسيب بتاعتي، بقول له الريسيب بتاعتي هي جي نيو راديو، تمام؟ وبيقول لي ان هو موجود. طبعا انتوا عندكم مش هيبقى موجود بس انا عندي موجود، فاقول له يس، بيقول لي ان هو فعلا موجود وبيعمل كلون. طيب هاخد اللي بعده. موضوع ان شاء الله ده بسيط، هو بيبقى احيانا في ايرورز لكن بتتحل يعني. ايرورز كلها اللي باللون الاحمر انا باخدها كوبي وبروح اسيرش بيها. هنا بيقول لي ميك داير هوم ماي يوزر جي نيو ريديو. يعني ايه؟ يعني اعمل دايركتوري في المكان اللي انا بقول لك عليه ده. طيب انتوا لو خدتوا الكوماند ده، يعني عشان كده ما تاخدوش اي كوماند بسرعه، انتوا لو خدتوا الكوماند ده المفروض ان هو دوس انتر هيديك ايرور، لان انت مفيش مكان اسمه ماي نيو يوزر. فانا كده بضطر مثلا حاجات زي كده لازم ابقى اخد بالي ان هو ماي يوزر دي مثلا هو قصده اليوزر نيم بتاعي اللي هو عندي انا جيرمان، انتوا عندكم اكيد مختلف، انتوا زي ما انتوا عاملين، تمام؟ فانا عملت كده، فاقدر ان انا اعمل دايركتوري اسمه جي نيو ريديو. طبعا عندكم هيدي اوكي، لكن انا عندي هيقول لي عشان انا عامله قبل كده فايل اكزيست، تمام؟ ف... فبعد كده باخد الملف الاخير اللي هنا. الاخير ده بقى هو المهم عندي، الاصدار. انا عاوز اصدار ايه؟ انا هنا 3.7.11 دي نسخ كتير، تمام؟ يعني في نسخ 2.0، 3.7، 9.1، 3.7، 9.2، في نسخ يعني 3.7.1.1، ودي مهمة جدا، ودي يعني من أحسن النسخ أصلا المفروض يعني البروجكت تشتغل عليها، وهكذا، تمام؟ يعني أنا بشوف بقى النسخة اللي أنا عاوزها كام. ف- فطبعا بناء على النسخة أنا بحطها هنا مكان دي وأدوس انتر، فبالتالي بيقول لي إن النسخة بقت 3.7.1.1، تمام؟ والمفروض إن أنا بعدها ببدأ أحط خلاص آخر كوماند. آخر كوماند برضو في ماي يوزر، لو دوست انتر هيقول لي مش موجود وايرور، يقول لي أنا مش لاقي المكان ده، أنا مش لاقي المكان اللي هو هوم ماي يوزر كذا.
لا، انا هرجع هنا في الكوماند هنا، هغير ماي يوزر، احط اليوزر نيم بتاعي، وانا قلت لكم ان هو مختلف من حد للتاني، فخدوا بالكم من الموضوع ده. تمام، هندوس انتر، هو طبعا بيقول لي ان هو موجود مثلا، ف يس اوفر رايت يس، اي حاجه تجيلكوا هنا يس دوس يس على طول، لانك لو دوست نو هيقول لك ان في مشكله. طبعا هيبدا يعمل بيلد، وهيكمل بيلد للاخر خالص، وان شاء الله يبقى اتسطب. تمام، دي كده طريقه التسطيب بتاع النسخ القديمه ل جينيو ريديو. اوكي، ودي حاجه مهمه جدا انا قلت عليها تاني. واحيانا ممكن يظهر معاكوا ايرورز باللون الاحمر زي كده، اي ايرور يظهر معاك باللون الاحمر خد يا دوب كوبي، افتح كروم، افتح فايرفوكس، اي حاجه سيرش عليه، هتلاقي مثلا هنا، هتلاقي هنا، هتلاقي هنا، هتلاقي هنا كده يعني. تمام، بيقول مثلا، بيقول مثلا هنا كذا، بيقول مثلا هنا حاجه مثلا، يعني انا مش لسه مثلا هقرأ كله ده، فأنا بقرأ عشان مثلا بحل المشكلة بتاعتي، بشوف في إيه. تمام، لكن إحنا بس عشان دلوقتي يعني إحنا فهمنا إيه المشكلة، يعني أنا بس بوريكم إزاي إحنا المفروض هنسيرش. تمام، فبس طبعا هو هيدي ايرور عشان أنا أصلا يعني عندي مسطبه أصلا، فخلاص فهنعمل كلير كلير. تمام، المهم خلاص إحنا كده فهمنا إزاي نسطب بالباي بومبس. تاني طريقة هي الفولك، والفولك دي مهمة برضو لأسباب تانية أقول لكم عليها كمان شوية. طيب خلاص، احنا لغينا ده، هنلغي دول برضو، وهنخلينا مثلا في فولك. هنشوف أي واحدة فولك، مثلا فولك 2.5، هنشوف مثلا حاجة زي آه مثلا حاجة زي قديمة زي كده مثلا، يعني عشان نبقى برضو ايه آه اوكي. دي الفولك نفسها، احنا عايزين جي نيوريدي فولك. احنا نقول مثلا نسخة اوكي، النسخة مثلا 371، خلينا في 371. هنحمل النسخة دوت تار دوت جي زي اللي هي أول واحدة. تمام، وهنشوف الإصدار اللي احنا عاوزينه، دوت 1 دوت 3، يعني اللي احنا عاوزينه 7.1، يعني احنا ممكن نابديت بده اللي احنا يعني عاوزينه احنا بنشوفه. هنخش، هو نزل اهو، بخش على الملفات، هفك الضغط بتاعه. تمام، بعد ما هفك الضغط بتاعه هنعمل اكستراكت اهو لحد بس ما يفك الضغط. اوكي، طيب فك الضغط. اول ما يفك الضغط عندنا لازم ثواني اكبر لكم الشاشة، ندخل على حاجة اسمها فولك. ده ده رقم واحد دايما. أنا أول ما أجي أسطب جي نيو راديو بالطريقة المانوال لازم أدخل على فولت. طيب أنا ليه بقول الكلام ده كله؟ هتفهموا كمان شوية ليه أنا بقول الكلام ده كله. تمام، فأنا مثلا هسطب ده، فأنا هدخل بقى على فولت، هبدأ أفتح تيرمينال في المكان اللي أنا فيه حاليا، وبعد كده هبدأ إن أنا أعمل بيلد اللي قدامي ده. فأنا هعمل open in terminal. تمام، اكبر لكم الشاشة عشان تشوفوا كويس. تمام، هبدأ ان انا اعمل دايركتوري هنا الاول اسمه build. دي حاجة ثابتة دايما، ان انا بدخل على فولت، بدخل بعمل دايركتوري build make directory make dir build. تمام، بعد كده هدخل على البيلد change directory build. اوكي، فانا كده دلوقتي في build اللي هو انا عملته من شوية، اللي هو ده انا كده فيه دلوقتي. ماشي، فانا هبدا ان انا اعمل cmake دوت سلاش بس، وهدوس انتر. تمام، هيبدا ان هو يعمل يعني يعمل انستليشن. تمام، هو هنا ما طلعليش ايرورز. فانا مثلا عايز اجرب نسخه فيها ايرورز عشان يعني ايه تبقى برضو الصوره واضحه قدامكم. مثلا انا نزلت نسخه مثلا
3 7 9 1 مثلا، 3 7 12 مثلا. هنمسح بس النسخة دي كده، وهنفك الضغط بتاع 3 7 12 تاني عشان مثلا ايه يبان قدامنا كل حاجة. اوكي. ماشي اكستراكت، كأني بنزل 3 7 12 اهو. 3 7 12 فين؟ اوكي، هي هنا نفس الكلام. اول حاجة اعملها بدخل على فولك. طب فولك هنا فاضي مثلا. ببدأ احمل فولك. انتوا ليه بقى انا بقول لكم ان انا بدخل احمل هنا من فولك من هنا، من يعني من الريليز اللي احنا كنا لسه جايبينه من شوية اهو. فولك ده سواء ده سواء ده سواء اي فولك موجود هنا، بحمل فولك المناسب للنسخة دي، وببدأ ان انا اسطب النسخة بالطريقة الصح. تمام. ف... ف... فبعد ما انا عملت النسخة يعني ال... الفولك يعني. تمام. ببدأ بقى أكمل. تمام. احنا في النسخة كام أصلا؟ احنا في 3 7 10. تمام، خلينا في 3 7 10 دلوقتي. أنا عملت دلوقتي أول حاجة سي ميك، بعد كده بعمل ميك بيعمل جنريشن. بعد ما هيعمل جنريشن هنستنى طبعا لحد ما يخلص إن هو يعمل ميك. طبعا الكوماندز دي أنت ممكن تمشي ورايا على طول، أو هبقى أسيبها لك يعني في ملف تكست إن شاء الله. تمام. انا بس انا بوريك كده عشان يعني لو في اي مشاكل قدامكم نبدأ نحلها مع بعض. اوكي، يعني نبدأ ان احنا نشوف المشاكل اللي هي المفروض تظهر قدامنا ونحلها. المشاكل اللي هتظهر لنا دايما هتظهر لنا بالاحمر وايرور، فاحنا ممكن ناخدها نسيرش، ممكن نحلها بايدينا كده يعني. تمام. فانا برضو مستني ان انا اوريك بالطريقة دي، عشان برضو في حاجة مهمة جدا جدا احنا هنعملها كمان شوية مرتبطة بالموضوع ده. عشان كده انا خدت وقتي الكافي في ان انا اوريكم ازاي اصلا بنسطب بكل الطرق الممكنه. تمام. اوكي نخلص بس. اوكي ماشي 82. 79. طيب المهم يعني هو بس في بقى احنا المفروض يعني ان احنا بعد ما عملنا الميك داير هنعمل بعدها ميك داير اسم الحاجة مثلا. بعد كده بندخل على اسم الحاجة اللي احنا كتبناها دي. طبعا كله في كوماندز مختلفة. انا مستني بس لحد ما يخلص بيلد. هو خلاص يعني هو خلص بيلد 100% بيلد. لو انا عاوز اتاكد ان البيلد بتاعي صح ولا غلط بعمل ميك تيست، بشوف تيست على الميك اللي انا عملته من شويه هل هو 100% باست، يبقى زيرو تيست فيلد اوف 1 يعني كده مفيش حاجه فشلت. فالميك اللي انا عملته للفايل ده صحيح 100%. اوكي. فانا بقى ببدا ان انا يعني ثواني. طيب نكمل. احنا وصلنا ان احنا عملنا تيست 100%. فالمفروض ان احنا بعد ما بنعمل التيست بنعمل ميك للحاجة اللي احنا عملناها انستول. تمام. فطبعا مثلا هيجيب لي ايرور احمر اللي بقول لكم عليه، فبيقول لي بيرميشن دينايد. طب يعني بيقول لي ان البرميشن بتاعي مش كافي، فاداني ايرور. فانا مثلا بعمل سودو ان انا بديله بيرميشن، بقول له ميك انستول نفس الكوماند. يقول لي الباسورد، بكتب له الباسورد، فخلاص هو كومبليت كده. الانستليشن كومبليت. تمام. فالايرور اللي بيظهر لي دايما بيظهر باللون مختلف او سيميك ايرور. تمام. فساعتها بقى انا ببدا ان انا يعني اشوف حل للايرور ده. تمام. هو permission deny، خلاص permission اديله permission. طب هو مثلا كانت ابدا احله على حسب انا قدامي ايه. تمام. ماشي. يعني انا بس عاوز امسح الجنريت القديم عشان برضه ايه
ما يحصلش مشكلة مع الجينيريتي ده والجينيريتي ده. طيب المهم انا كده عملت بيلد. بعد ما بعمل بيلد للفولك هنرجع ورا. تمام. انا دلوقتي في مكان الجينيو راديو الاساسي. بعد كده هبدأ اعمل نفس الفكرة، هعمل برضو في المكان ده بيلد ل يعني هنعمل ملف ميكداير بيلد وندخل عليه سي دي بيلد، وهنعمل نفس الكلام سي ميك 00. اوكي، ظهر لي هنا بقى ايرور بيقول لي ان في السي ميك ليستس في السطر 161 else في نستد لوب. تمام. فطبعا يعني انا مثلا مش فاهم، انا هاخد الملف ده كوبي هسيرش عليه في جوجل. طيب انا مثلا فاهم انا هعمل ايه المفروض. فانا سيميك فايلز ده المفروض ان انا هدخل عليه اهو سيميك ليستس قصدي. طيب هو قال لي مثلا في السطر كام؟ في السطر 161. فانا هروح للسطر 161 هشوف النستد لوب بتاعتي اللي هي في الالس. فعلا انا عندي النستد لوب ان هو if else 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 else. ده طبعا غلط. فانا مثلا هدخل هلغي بقى ال الكومنت بتاعي او يعني ممكن اكومنت الحاجات دي. يعني ان انا اصلا اعتبرها مش موجوده كومنتهم كلهم كده عادي جدا. يعني اخلي بس نستد لوب واحده يعني بدل يعني ما يحصل ايرور ده. خلاص طيب انا عملت كده. مثلا هجرب سميك تاني، المفروض ان هو مش هيديني الايرور لان انا لغيت النستد لوب مثلا. هي بقى طرق حل المشاكل كده، يعني ان هو انا يظهر قدامي ايرور فببدا ان انا بحل المشكله دي مثلا بطرق معينه، هسيرش جوجل انا عارف احلها ازاي كده يعني. تمام. بس ف... فالمهم يعني انا كده عملت سيميك. بقى هبدأ أعمل ميك. بعد ما بعمل ميك المفروض إن هو هيبدأ يعمل جنريشن. بعد ما يعمل جنريشن المفروض إن هو يخلص الجنريشن. هبدأ بقى بعدها أعمل البيلد، وبعد البيلد هعمل انستول، يعني اللي هو زي ما عملنا ميك. دلوقتي هنعمل ميك انستول وخلاص. بس كده كده احنا المفروض سطبنا جينيو راديو بالطريقة دي. تمام. سيبه بقى يكمل لآخره. طبعا أنا هقفله عشان يعني وقت الفيديو. فهسطب أنا بطريقتي العادية اللي هي أحدث نسخة عشان أنا كده كده يعني مش محتاج أنا النسخة القديمة دلوقتي. تمام. ف... فدي كده طريقة تسطيب نسخ قديمة بكذا طريقة مختلفة. تمام. أوكي، هنرجع بقى للمشاريع بتاعتنا. أوكي. طيب هو بس يتسطب بس الجيميل ده. ماشي. المشاريع بقى هنا. اوكي طيب. المشاريع هنا الملفات كلها دي الملفات اللي هي ملفات عادية دي هي عبارة عن مشاريع بتتسطب بنفس الطريقة اللي وريتها لكم من شوية. عشان كده أنا كان لازم أوريكم الطريقة. في حاجات مش محتاجة تتسطب، مثلا في حاجات زي كده جاهزة. أهو ده جينيو راديو أهو عندي. ببدأ أفتحه أشوف بقى مثلا حاجة زي إيه، زي نيو جرافس. ماشي أوكي. حاجة زي كده ببدأ أدخل عليها في الكومبوننتس بيس A. أدخل على ماشي هنا على فلو جرافس مثلا على دول، وهبدأ أفتح أوبن. إحنا بنفتح دايما دوت جي ار سي. ماشي. ده كده مثلا مشروع. بس مثلا بيبقى فيه ميسنج بلوكس. في ميسنج بلوكس ناقصة، في حاجة ناقصة، في لايبراريز ناقصة. فببدأ أشوف اللايبراريز دي المفروض إيه حلها. تمام. فاللايبراريز دي أنا بقى ببدأ أشوف إيه حلها. تمام. بشوف حلها إن هي مثلا بتبقى موجودة على النت. بسطبها بنفس الطرق اللي أنا وصلت لها من شوية كده يعني. تمام. ف... فطبعا يعني في كذا طريقة إن أنا بقدر أسطب بيها الحاجات دي.
اهو زي مثلا ان انا محتاج الاتنين دول اللي هما الملفين دول. طيب انا هخش اسطبه ازاي؟ نفس الطريقة مثلا، يعني بنفس الطريقة اللي انا كنت بنتكلم عليها من شوية، ان انا افتح تيرمينال هنا وهعمل ملف بيلت سي دي بيلت. تمام. اوكي سي اوكي ميك داير بيلت، بعد كده سي دي بيلت. ماشي. بعد كده هنعمل الميك، نشوف لو في ايرورز. مفيش ايرورز، هنعمل ميك سي ويكمل ميك. طلع لي مثلا في ميك هنا ايرور، فبيقول لي مثلا ان في فريم ديتكشن كذا، توليرانس كذا. فببدأ اسيرش بقى على الايرور اللي المفروض ظهر لي ده. فانا بقى باخد مثلا الجزء ده كوبي، فببدأ اشوف ايه سبب الايرور ده وهكذا. تمام. بعد ما بخلص الايرور بجرب ميك تاني مثلا واشوف الايرور اتحل مثلا، فبعمل ميك انستول. وطبعا بيكمل بقى اخر 100%، يقول لي تمام. ساعتها مثلا اروح بقى افتح الفلو جراف اللي انا فتحته من شويه ميسنج بلوك ده. يبقى كده خلاص، يبقى انا كده حليت المشكله بتاعتي. احيانا بيبقى هم كاتبين في الريدمي ده ان هم اصلا ازاي ان احنا نحل الحاجات دي يعني. تمام. فدي بس طريقه. فانا دلوقتي حاطط لكم هنا ملفات بي دي اف، وحاطط لكم مواقع يعني على طول جاهزه يعني. فاللي يريحكم دي كلها مشاريع، علشان محدش برضو مشاريع تبقى متشابهه، وهو كل واحد حر يعني. انا دلوقتي هفتح لكم كل الملفات دي دلوقتي وهنشوفهم كلهم مع بعض. تمام. هنبدأ ان احنا نفتحهم. يب. اوكي. I'm sure. يفتح براحته. اوكي. طيب خلينا دلوقتي في ملفات البي دي اف، ودي صور عادية يعني. دي كلها اصلا موجودة في المواقع يعني على العموم. دي كلها اصلا يعني سبيكترم سينسينج دي اس ايه عموما كله. الملفات بقى اللي هنا مش كلها فيها implementations. اوكي. معظمها فيه ومعظمه لا. فاحنا بقى هنبدأ ان احنا نشوف كل الملفات اللي قدامكم دي. يعني ايه الفكرة، انا المفروض اعمل ايه. مثلا هنختار ملف دلوقتي عشوائي مثلا. خلينا مثلا في اي ملف. تمام. خلينا بس الملف ده الملف ده انا واخده من ويب سايت. الويب سايت ده كان يعني بيتكلم عن cognitive radio modulation والديموديوليشن، اللي هي السبيكترم سينسينج عموما يعني. ميديا ابستراكت بيتكلم على يعني على فكرة عامة introduction. بعد كده بيتكلم على الحاجات اللي هي المفروض عندي في البروجكت ده. وفي الآخر بيتكلم على الجراف مثلا بتاع الامبليتيود موديوليشن، وده الشكل اللي المفروض يظهر لي هنا. وبعد كده بيتكلم على جراف تاني. طبعا انتوا لو خدتوا اللينك يعني تمام، اللينك من هنا وحطيته في كروم، او يعني حطيته في اي مكان يعني. آه هيجيب لكم الصورة مظبوطة يعني، مش هيجيبها لكم زي البي دي اف كده. فاهمين قصدي؟ فهو نفس الملف بالظبط، هو الموقع هو. وهتنزلوا تحت هتشوفوا الديزاين كله. ادي الديزاين كله هو مثلا. و الديزاين ده تمام عجبني، اقدر اعمله. هبدأ ان انا بقى اشتغل مثلا عليه. هبدأ ان انا اهو هفتح جي نيو ريدي مثلا. هجيب مثلا طيب هجيب مثلا هنا سيجنال سورس مثلا. يعني انا بتكلم بشكل عام، مش هعمله كله. تمام. فمثلا هجيب، انا عندي عايز تو سيجنال سورس. خلاص اوكي. هسيرش سيجنال سورس اهو سيجنال سورس، وهدوبليكيت ده سيجنال سورس تاني. اوكي اهو مثلا كده انا عملت التو سيجنال سورسز دي.
عايز ما اعمل مثلا كومبلكس تو فلوت مثلا يعني كومبلكس تو فلوت اهو، ادي كومبلكس تو فلوت. مثلا انا محتاج كام كومبلكس تو فلوت؟ 2 كومبلكس تو فلوت، بعمل كده وهكذا. تمام. اوكي، البروجكت خلص عجبني تمام. شكل الاوتبوتس بتاعته طبعا في ترانسميتر ورسيفر وفي حاجات تانية لسه طبعا في موديليشن. واحنا بنتكلم بقى موديليشن مثلا، دي موديليشن دي حاجة بقى تاني يعني. هو بيتكلم هنا عن ال AFM، لكن هو فوق بيتكلم عن السبيكترم سينسينج مثلا. هنا وصل مثلا لل ASK. على فكرة المفروض ان ال ASK بيعتبر ان هو مثلا نوع من ال DSA. تمام. ف... فيعني اهو يعني احنا بنبدأ ان احنا نعمل موديليشن مثلا على ال ASK، او مثلا بنعمل تعديلات معينة على الموديليشنز بتاعتنا بشكل معين، بحيث ان احنا نوصل في الاخر للي احنا عاوزينه اصلا، اللي هو اللي في الاخر خالص يعني، اللي هو ايه الدي اس اي بتاعنا مثلا يعني. تمام. ف... يعني انا هوريكم دلوقتي ملف، في ملفات زي كده. يعني مثلا الملف المفروض ان هو ما بيكونش فيه هو اصلا اسمه دايناميك سبيكترم اكسس كوجنيتيف فيديو. تمام. بيعمل ماك لاير سensing. تمام. الماك لاير سنسنج فهو ما فيهوش الجين ريفيو. تمام. بس في معلومات حلوه عن الدايناميك سبيكترم اكسس، وبيتكلم بشكل مفصل وكده. وبرضه يعني مدي المصطلح ال الاختصارات، ومدي يعني كل حاجه بشكل جميل جدا وكده. يعني هو مش مدي مثلا هنا ال جين ريفيو فايل ان هو يعني الفكرة إن إحنا نتعلم أصلا. تمام. ف... ففي بقى ملفات تانية زي كده مثلا. في ملفات زي كده في ملفات بتبقى فيها implementations. يعني مثلا دي برضو sensing، بس برضو على حاجة تاني، مش مجرد سبيكترم مثلا. انا برضو سبتها لكم عشان برضو تفهموا يعني. في برضو ليها ديزاين، وليها نفس الفكرة، نفس الاوتبوت بتاع الدي اس اي اللي هو المفروض يطلع معانا مثلا. فبرضو سبتها لكم. تمام. في بقى ملفات كتيرة يعني ما شاء الله هنا في قد كده. فانتوا يعني اللي يعجبه حاجة يشتغل عليها. وفي ملفات بتبقى كبيرة زي كده. لا يعني ده سيسس 203 صفحة. ده برضو فيه حاجات برضو جامدة جدا وكتيرة جدا. بيشرح برضو حاجات بتفاصيل كتيرة حلوة قوي يعني. في حاجات بتبقى implementation للسبيكترم سينسينج for content radio USRP اللي هو اصلا عندنا في الكلية برضو مثلا. بيبقى مدي برضو هنا الديزاين اهو. واحنا طبعا مطلوب مننا ان احنا نعمل implementation بقى للديزاين ده. فكل الحاجات دي موجودة، هي بس كل الفكرة ان الواحد بقى يبدأ انه يشتغل بيها. طيب ده بقى مهم جدا يعني. الملف ده برضو مهم جدا. انا واخده برضو PDF على طول من الموقع، والموقع هيبقى موجود معاكم عادي يعني. تمام. فاحنا مثلا لو عايزين ندخل على الموقع، تمام، هندخل باللينك. تمام. اهو عشان بس الصورة تبقى واضحة. هو هنا بيشرح برضه في الأول. بعد ما بيشرح هو عمل ايه بيبدأ يدينا الديزاين بتاعنا. تمام. الديزاين واضح جدا وصريح جدا وحاجة كده محترمة. هنا برضه نفس الكلام يعني ما شاء الله يعني. بس في حاجة تاني. في بقى مثلا في كتير قوي يعني ما شاء الله. يعني مثلا ده بيتكلم على المالتي فانكشنال دايناميك سبيكترم اكسس. ده انا نزلته مخصوص ليكم علشان هو كان طالب مالتيبل اكسس. تمام. فبرضه يعني لازم تبقوا عندكم فكره يعني هو ايه اصلا مالتيبل اكسس يعني، او المالتيبل بشكل عام يعني ايه الفكره. تمام. فبرضه ده موجود معاكم. في بقى عندكم بقى SDR based energy detection. كأنه بيقيس باور السبيكترم عموما برضه.
فبرضو احنا برضو في نفس الدايرة، يعني احنا ما رحناش بعيد. عندنا هنا الديزاين، عندنا هنا يعني الامبلمنتيشن، عندنا الاوت. المفروض يعني ده فيديو، ده بتاع الفيديو، ده فيديو بيقيس يعني بيقيس حاجة بفيديو مش بإشارة، تمام. يعني هو فيديو مشغله وكده، وهو المفروض ان هو بيقيس المفروض السبيكترم بتاع او الانرجي بتاع الفيديو ذات نفسه، تمام. دي برضو حاجة كويسة. في بقى حاجات كتيرة جدا، يعني انتوا بقى ايه هتستكشفوها يعني ان شاء الله. في يعني برضو ده ايه، ده dynamic resource allocation or for LTE system. هي برضو يعني احنا برضو مش مش بعيد، يعني احنا في نفس ال- الدايرة. هو بيشرح الأول بروجراف للأوديو سيجنال الأول، وبعد كده مثلا للسيجنال سورس البروبرتيز نحطها كده، دبليو اكس جوي سلايدر نحطها كده، وبعد كده مثلا يعني كذا نحطه بالشكل ده وكذا نحطه بالشكل ده. وفي الآخر بقى بعد الشرح بننزل طبعا ال ال الامبلمنتيشن، بس هو معكوس شوية. ف يعني انا فاهم انكم هتتعاملوا يعني اكيد يعني. اهم شيء انكم معاكم الملفات دي. في حاجات تانية زي سبيكترم سينسينج ميجرمنت يو اس ار بي، دي نفس الفكرة برضه يعني، تمام. برضه نفس الكلام، في برضه هنا امبلمنتيشن معانا، امبلمنتيشن في اوتبوتس في هولز في حاجات برضه كلها سبيكترم سينسينج، فاللي هو دي اس اي، تمام. فده احنا شفناه من شوية مثلا. ده ده ريل تايم يعني برضو ريليتد برضو بي اس اي، فبرضو تقدروا تشوفوه، تمام. ففي حاجات كتيرة يعني، انتوا بقى اللي يريحكم يعني. ده ماتلاب وجينيو ريديو. يعني مش جينيو ريديو بس، لا ده ماتلاب وجينيو ريديو. بيدي برضه نفس الفكرة، بس طبعا رابط الماتلاب بالجينيو ريديو، تمام. فانتوا ممكن حد برضه يشتغل عليه وكأنه اشتغل بماتلاب، وده شكل الاوتبوت بره برضه، تمام. فبرضه يعني ما راحش بعيد، تمام. بس هو طبعا ما استخدمش جينيو ريديو بس. ده برضه سبيكترم انالايزر. يعني ما اظنش ان السبيكترم انالايزر يعني زي سبيكترم سينسنج شويه، يعني السبيكترم انالايزر ده عامل زي ان هو بيعرض بس، تمام. بس برضه انا سبتها لكم برضه عشان تبقوا عندكم فكره احسن، تمام. سكندري سبيكترم برضه ده سبيكترم اكسس اهو، تمام. آه نفس الفكره برضه، يعني هو بيحكي بقى عن فيزز هنا، وبيحكي برضه بيتكلم على موضوع الهولد وموضوع الأفضل الاستخدام وكده، تمام. فبرضه دي حاجة كويسة جدا، لازم برضه تعدوا عليها. في طبعا حاجات كتيرة جدا، يعني أنا في لسه ما شاء الله 2 4 6 8 10 12 13 ملف يعني. 13 ملف احنا لسه ما فتحناش ولا يعني دلوقتي لسه. ده بلايند سبيكترم سينسينج، بطريقة إن هو يعمل سيمتري بروبرتي اوتوكلوريشن علينا يعني. هو برضو يعني شارح برضو فيها، وجايب برضو الامبلمنتيشن بتاع الجونيور ريديو هو، وشارح برضو شكلها على الجهاز عامل ازاي وكده. حاجات جميلة جدا يعني، أتمنى يعني إنكم تستفادوا بيها إن شاء الله، تمام. ف يعني ده اوف دي ام سيميوليشن اون دايناميك تشانلز. دايناميك تشانلز هي برضو يعني اللي احنا برضو عاوزينه، بس استخدم هنا اوف دي ام. فممكن برضو حد يقول ان هو استخدم اوف دي ام وحوله لدايناميك، يعني على دايناميك تشانل. فعمل برضو لوكيتنج لنفس الحاجة اللي احنا عاوزينها يعني، بس استخدم اوف دي ام. ده برضو موجود اهو، موجود وكل حاجة وكده، والمراجع موجودة وكل حاجة. طيب هنخش مثلا على ملف تاني. آه تمام. ده ايه؟ ده patient film system project audio.
اوكي. ده غالبا برضو يعني بيحكي عن الاوبريشن بشكل عام، يعني ايه اللي بيحصل وكده. آم، السبيكترم سينسينج بشكل حلو قوي يعني ما شاء الله. فده برضو الملف ده مهم جدا برضو. اي حاجة مكتوب عليها وايلي مهمة. تمام، فأبقوا ركزوا في الحتة دي يعني. تمام. ان هو الموقع ده عليه حاجات محترمة جدا يعني. فبرضو دي حاجة. ندخل على ملف تاني مثلا. كل واحد بقى بيشوف اللي هيريحه، يعني مش الدفعة كلها تبقى مختارة نفس الحاجة في الآخر يعني. يفضل طبعا يكون لأ. تمام. ده برضو شارح نفس الكلام، ومنزل برضو آه، كل حاجة والأوتبوتس وكل حاجة. تمام. ف... فده ايه، ده ريل تايم فيديو. ده برضو دي اس اي نتورك، بس هو بيشوف الفيديو ستريمينج على دي اس اي. تمام. يعني هو مدخل فيديو ستريم، مش مدخل سيجنال عادية زي بتاع الفيديو اللي وريته لكم من شوية. يعني نفس الكلام، هو اصلا ده السلايد بتاع يعني الملف التاني، يعني الملفين ريليتد لبعض. انا كنت فتحته من شوية، مش من شوية قوي يعني. تمام. فده برضو في الامبلمنتيشن اهو في كل حاجة برضو تخص المشروع يعني. تمام. وده شكل الدائرة او السيناريو، يعني ان المفروض ان في لايف فيديو كابتشر اند ترانسميت. هو كابتشر وبتعمل ترانسميت بعد كده. دي الانفايرمنت عادي، وده الفيديو ريسيفر. ده الفيديو ريسيفر، وده اللي هو بيعمل ترانسميت للسيجنال، يعني هو ده اللي بي بيبعتها، وده اللي بيستقبلها. ده بيستقبلها بالشكل ده. فهو معديها على دي اس اي. تمام. تمام. نفس الكلام. هنا ايه، هنا برضه بيتكلم على دي اس اي اكيد، يعني كله بيتكلم على دي اس اي. فيعني في يعني قد كده. فانتوا بقى كل واحد هيشوف اللي هيريحه ايه، و... ويشوف ايه الانسب لكم كلكم يعني ان شاء الله. الملفات دي ان شاء الله هبقى ارفعها لكم. و... ويعني أتمنى بس إنكم تقرأوا كويس الحاجات دي، لأن الحاجات دي مهمة ومفيدة. مش مجرد فكرة إن مشروع عايز عليه 10 درجات ولا حاجة وأنت هتسلمه وخلاص. لا، الموضوع أكبر من كده بكتير أوي. خصوصا إن الموضوع ده ريليتد أوي 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 بال ماشين ليرنينج، وبال يعني موبايل كوميونيكيشن، التكنولوجيا الحديثة عموما. فدي حاجة يفضل إنك تكون على علم بيها من بدري، لأن هي فعلا هتبقى عون ليك جامد. تمام. فأنا بفتح كده الفيديو الملفات بسرعة بي دي اف برضه عشان تعدي عليكم كل حاجة، إن هو فعلا كله إن شاء الله يعني هيبقى موجود فيه. واللي مش موجود فيه فهو موجود فيه معلومات محترمة أوي يعني. تمام. ف فده مثلا نورا مالتي يوزر ريسيفر. يعني مثلا ده برضو حاجة كويسة، والملف بتاعه موجود جاهز. تمام. فبرضو دي يعني لحد ما حاجة كويسة جدا. تمام. ف... فيعني أم... إن شاء الله خير يعني. تمام. ده كده برضو آه ده على سمول ساتلايت، بس نفس الكلام برضو يعني. هي بس حاجات معلومات وكده انتوا بتاخدوها، وبرضه نفس الفكرة ونفس اللي انتوا عاوزينه بالظبط برضه. تمام. ف... فدول الملفات. هنفتح بقى الصفحات بتاع الويب دي. تمام. صفحات الويب دي هي فيها حاجات انا ما خدتهاش انا خدت لورا ده بي دي اف. في حاجات ما خدتهاش زي ده مثلا كده. البي دي اف بتاعه ما كانش واضح، فانا سبت ملفه. وفي حاجات زي كده برضه.
فانتوا شوفوا الأنسب، وطبعا اتعاملوا بناء. وده جيت هاب عليه برضو آه عليه برضو يعني عليه مشروع برضو جاهز، يعني تقدروا تشوفوا انتوا ازاي هتسطبوه، اسمه فيديو اوفر بي اس اي. هو ده هتشوفوا انتوا يعني هو فكرته كده. بالمناسبة الجيت هاب ده اصلا ليه فيديو على اليوتيوب، فلو حد حابب يشوف مثلا الفيديو اللي على اليوتيوب بتاعه يعني هيبقى كويس قوي. هو اصلا الفيديو المفروض انه غالبا بنفس الاسم يعني. تمام. فيديو اوفر ديس اوفر ديس تمام. هو ده غالبا هو ده ايوه. هو ده السلايدز. بس هو الفيديو انا يوتيوب او كده يعني هتلاقيه مع، لو بحثت شوية يعني ان شاء الله تلاقيه. ما علينا يعني. تمام. انت لو يعني ريليتد يعني حابب انك تعرف اكتر او انك انترستد اكتر. تمام. بس هو برضه دايناميك سبيكترم اكس. اوكي. ف ف يعني ان شاء الله كله في نفس الحلقة. يعني اهم شيء انت تعرف معلومات كويسة عن الموضوع، وتشوف موضوع من المواضيع اللي احنا اخترناها. لو انت لقيت تاني ما فيش مشاكل. وفي حاجات تانية بتتصور برضو. دي انا واخدها من البي دي اف، فبرضو كله موجود يعني. تمام. في بقى حاجات تانية اصلا بتبقى مشاريع جاهزة كاملة، مش بي دي اف بقى او كده. فبرضو دول مشاريع كاملة، فانتوا لو تقدروا تبقوا تبصوا بص عليهم يعني ان شاء الله. وربنا يوفقكم ان شاء الله خير يعني. أتمنى يعني يكون الفيديو واضح، وإن يكون يعني دردشة لطيفة عليكم، أو إن شاء الله يعني تكون حاجة كويسة ليكم. ربنا يعني يجعلكم من ميزان حسناتكم جميعا. السيرش ده يعني تعب في سبيل إنك بتدور على حاجة هي أصلا المفروض يعني كبيرة عليك. مش قصدي كبيرة عليك ك ك ك كحاجة، قصدي كتوبك يعني، لأن هو توبك فعلا توبك تقيل قوي. ف... فدي حاجة حلوة إنك تسيرش عليه من دلوقتي، فأنت المستفاد يعني. لأن أنت لما بتدرس الحاجات دي دلوقتي بت... بترجع عليك بالعائد الكويس بعدين إن شاء الله يعني. يلا، مع السلامة.